نستثمر في حلم جديد ودايما نفتكر جواك انه اي حلم في الدنيا ملوش سقف طالما سعيد. اكوا جارديانز فريق جامعة القاهرة. أنا عمرو تامر 21 سنة بدرس بايو تكنولوجي في جامعة القاهرة. أنا جانا سامح. إحنا الأسك بتاعنا مليون. تخيلوا إن أي مزارع في مزرعة سمكية ممكن يخسر من 10 ل 30% سنوياً من إيراده وإنتاجه السمكي. ده بيرجع لإيه؟ لعدة أسباب، منها الأمونيا. الأمونيا ده السم القاتل اللي بيفرزه السمك. لو قعد مدة طويلة في الحوض ووصل لنسبة معينة ممكن يقضي على الإنتاج السمكي تماماً. مصر من الدول الرائدة في الإنتاج الزراعي. سنوياً إحنا بننتج حوالي 2 مليون طن. ولكن حصل مشاكل. 2023 كنا بنحتل المركز السادس عالمياً، نزلنا للمركز السابع في 2024، وزي ما قلت ده بيرجع لعدة أسباب منها الأمونيا. كمان مشكلة ندرة المياه العالمية بتأفكت مصر كتير قوي. احنا حصة الفرد للمياه أقل من 500 متر مكعب، وده الحد الأدنى وفقا لمنظمات زي الفاو واليو ان. عشان كده اكوا جارديانز موجودة. احنا جايين نحل مشكلتين، مشكلة ندرة المياه ومشكلة الاستزراع السمكي، الهدر اللي بيحصل بسبب الأمونيا. احنا بنقدم فلتر حيوي معمول من بكتيريا، هي عبارة عن بيدز كور كده محطوطة في سوليوشن معين. البكتيريا دي بتعمل إيه؟ بتنقي لي المية من الأمونيا، بحيث إن أنا هزود الإنتاج السمكي بتاعي، مش هيكون فيه هدر، هحسن من المناعة بتاعة السمك وهقلل من هدر المية. عملنا إيه الفترة اللي فاتت؟ نزلنا زيارات ميدانية كتير قوي، دمياط، كفر الشيخ، بلطيم. قعدنا مع مزارعين، عرفنا أكتر عن مشاكلهم، وقدرنا نحدد إن إحنا الحل اللي بنقدمه هيبقى حاجة تحل مشكلتهم. اتأكدنا من ده. كمان استعنا باستشارات كتير قوي من ناس متخصصه في البيزنس وناس متخصصه في الجزء التكنيكال، جزء الاستزراع السمكي، يعني عشان نشوف البدايه، الكاستمر جيرني نفسه بدايه للنهايه. وعملنا البروتوتايب بتاعنا اللي هو موجود معانا النهارده. ومش بس دراستنا البايو تكنولوجي هي اللي خلتنا ندخل المجال ده، ولكن حجم الاستثمارات الكبير جدا فيه. فمثلا حجم الاستثمارات في سوق معالجة المياه بشكل عام 328 مليار دولار في سنة 23 بس. وتحديدا حجم الاستثمارات في معالجة مية المزارع السمكية وصل ل 7 مليار دولار في سنة 23. أما بالنسبة لحجم السوق فإحنا عندنا 316 ألف مزرعة متوزعين على 7000 فدان في مصر. إحنا محتاجين نتارجت منهم في أول سنة 0.7 بس من الكمية ديت، ألا وهم 10 فدادين من الموجودين في دمياط. إن إحنا نبيع لهم 80 علبة من المنتج بتاعنا، والعلبة بوزن 500 جرام. احنا الجو تو ماركتنج استراتيجي بتاعتنا، الكاستمر بتاعنا احنا بنتارجت اصحاب المزارع السمكيه الصغيره والمتوسطه اللي بيستزرعوا بولتي وشريمب. وعشان نقدر نوصل لهم هم مش موجودين على السوشيال ميديا، فاشتغلنا على حاجتين، الليد جنريشن والافيليتس. اللي بالنسبه للليد جنريشن فهيكون عندنا الافيليت موجود في المزرعه او حوالين المزرعه، في كفر الشيخ، في دمياط، في بورسعيد، وهكذا. يبدا هو يعرف الناس بالمنتج بتاعنا، وعلشان يديهم حاجات يجربوا بيها وبالتالي يثقوا في المنتج بتاعنا. اما بالنسبه للاويرنس فاحنا هنديهم فري سامبلز ونحضر المعارض الزراعيه ونوزع عليهم عشان يجرب بنفسه. بالنسبه للكومبيتيشن فاحنا عندنا كومبيتيشن في مصر وكومبيتيشن بره مصر. بالنسبه للكومبيتيشن اللي في مصر ففي شركه بتنتج المنتج ده بانتاج محلي والافشنسي بتاعتها مش افضل حاجه، وفي شركه بتستورد المنتج من بره ودي الافشنسي بتاعتها عاليه. احنا بالنسبه للبرودكت بتاعنا ففي التجارب المعمليه احنا ما بينهم بافشنسي 70% ما بين المستورد وما بين المحلي. وفي الكومبيتيتور الثالث هو البلاستيك. البلاستيك ده بيستخدمه برضه في تنقية المية وفي المياه الصرف الصحي. احنا الاسك بتاعنا مليون جنيه متوزعين 60% على الانتاج، 20% على الاوبريشن، 10% بحث وتطوير، 10% ماركتنج وسيلز. احنا ده التيم. شكرا. طب خلينا نتفق ان العدو الاكبر ل يعني الصناعه دي كلها ارتفاع نسبه الامونيا. الامونيا جايه من تحليل مواد الاعلاف والمواد العضويه اللي موجوده في المزارع السمكيه، لما بتزيد بتعمل تسمم وبتعمل مشاكل كبيره. ففكره التنقيه من الامونيا، صح كده؟ مظبوط. فكره التنقيه او المنتج ده هو بينقي من انا بحاول ابسط على قد ما اقدر اللي انتوا قلتوه، ان المركب اللي طلع ده هو بينقي من الامونيا الضاره، وده في حد ذاته
بيزود الاستثمار اكتر في المزارع السمكيه وبيقلل نسبه تغيير الميه والهدر بتاع السمك نفسه، لان هو انا كده معاكم ولا مظبوط جدا. تقدروا تسالوا بقى. انت قلت ان الافشنسي بتاعتكم 70%، وان هي ما بين اللوكال والجلوبال، المنافسين بتوعكم اللوكال والجلوبال هم كام في المية؟ تمام. احنا لما عملنا تجارب في المعمل ده كله معمليا، احنا بنقيس نسبه التكسير بتاعه البكتيريا للامونيا، فكانت النسبه بتاعه المستورد في حدود 90%. والمحلي كانت تقريبا يعني 60 55، لانها مش نسب ثابته دايما، اللي احنا بناخد. طب وفرق الاسعار قد ايه ما بين الثلاثه؟ المستورد بيوصل ل 5000 جنيه تقريبا العلبه الكيلو، المحلي 2300. وانت؟ احنا 1800 السعر بتاعنا، العبوه بتاعتنا 500. 1800 فانت ارخص من اللوكال كومبيتيتور، ارخص منافس المحلي، لان احنا ولكن الافشنسي بتاعتك اعلى معمليا. 1800 جنيه تقريبا، مبيعات ب 150 160 الف جنيه في المنطقه دي اول سنه. السنه الثانيه والسنه الثالثه انا مش شايف انه في قفزات كبيره في المبيعات مستهدفه. احنا النهارده طالبين الاسك بتاعنا مليون جنيه، واحنا بنبص على 3 سنين ارباح متوقعه 700,000. ما هياش مغريه قوي. تردوا تقولوا ايه؟ هقول لحضرتك اولا احنا يعني في مصدر دخل تاني اضافي احنا المفروض هنبقى ماشيين فيه، وهو المزرعه، الى جانب كونسلتيشنز ان احنا بنقدم خدمات استشارات، فده ريفينيو ستريم تاني بس لسه ما طرحناهوش في السوق. تاني حاجه المزرعه، ان هيبقى فيه ايرادات للمزرعه، ده هيسبورت اس في الاول. احنا عارفين ان احنا في الاول الدنيا مش هتبقى ماشيه يعني بألطف صوره، فاحنا في ريفينيو ستريم تاني وهو ايرادات المزرعه. ده شيء تراديشنال بزنس بس هو موجود معانا اساسا عشان كمان نعمل التجارب فيها. يعني احنا كان في خطه ان احنا نعمل المزرعه دي عشان نعمل تجاربنا اصلا فيها، لقينا ان هي كمان مصدر دخل اضافي معانا. ايه الاستفاده اللي هترجع على الناس من المنتج نفسه؟ ان انا هدر السمك بيحصل من 10 ل 30%، انا هوفر هدر السمك ده، يعني هزود له في ايراداته. دي نقطه. صاحب مزرعه السمك. بس مش ايوه، بس هل احنا مثلا متاكدين انه انت قلتي ده فطر حيوي ما بيضرش مثلا، ما مش يعني السمك سيف ان انا اكله؟ اللي هيستهلك السمك، اللي هيشتري السمك ده عادي. احنا بنكون متاكدين ان السترينز اللي معانا مش توكسيك. يعني احنا في المعمل بنعمل تحليلات بنتاكد اول حاجه ان هي امنه. نبتدي. انتوا عارفين محتاجين في الاول ايه؟ تروحوا مزرعه تجربوا وتقولوا لهم احنا هنديكم المنتج ببلاش، عندك خسائر 20%، الخسائر ال 20% دي انا هاخد نصها وانت خد نصها. كمل كلامك بقى، ان ولا اوت؟ ان ب 200,000. 200,000. شلبي ان برضو ب 200,000. ميرنا ان ب 100,000. هدير انا ان ب 250. كده كام يا طارق؟ 750 انا عديت. انا ان ب 50,000 جنيه، توصلوا كده ل 800,000 جنيه. وبس اشتغلوا على البيزنس بلان، وسعوا طموحكم اكتر. انا موافقه. فكروا ابعد من كده، احلموا اكبر. ألف مبروك فريق اكوا جارديانز، 800,000 جنيه دعم من جين زي.